قلت لك. وانا بعد فطستيني ضحك. هاي شيف نزار. اهلا وسهلا. صباح الخير. رحمة شيف نزار. مرحبا. انا بحب كل اللي بيطبخوا يعني. ايه وانت اكيله. انا ضعيفه بس اكيله. ايه يعني انت ضعيفه بس اكيله، بس اكيله شو اكثر شيء؟ اكل عراقي دسم. طبخنا عملنا شيء عراقي؟ لا عملنا ليبي. لا بلا عملنا ولا عراقي. عملنا مرة بلا عطتنا الوصفة والدته لعمار. سوينا شيء حلو زردة وسوينا تشريب لحم. الله. تشريب لحم. شنو الشيف سوى تشريب لحم على الطريقة العراقية الصح. يعني اليوم لا كلش مضبوط. اليوم اسفلوف لحمة بتحبيها؟ ايه تمشي يعني. مشي حالك. هاي ما الرجيم ناس. اكل الرجيم مش صديقي. كيفك اليوم؟ ماشي الحال، انتم كيفكم؟ وعنده البطون ضاعت العقول، مين بيوافق على هالمثل؟ كلنا بنوافق على المثل. اليوم عندنا شكل، عندنا بيف اسكالوب او الاسكالوب باللحمه. طريقه هينه سريعه ومهضومه، ما بدها كثير وقت تحضير، وبنفس الوقت في شويه تفاصيل بدنا نستخدمها كرمال نخليها تنفخ وتطلع بتقرقش. ليش حتعجن شيء؟ لا تنفخ ما بدها، بس انه اكيد مجرد شكلها الفوليوم مالتها. ايوه انت اليوم راسك اليوم الفوليوم حلو. فطبعا مشان هيدا الشيء بدنا نحضر لها الدب تبعها، او بدنا نعمل لها النقعه تبعها. بدنا حبوب فطور تبع المستعمله للترويقه عاده. بنجيب منه بدل ما نستعمل الكعك رح نستعمل هذا الشيء بس حبوب الفطور. عادة بنحط نحن انا عادة بحط اثنين سوا، بس بهيدي بنحطها بس هيدي، بدنا اياها تصير كثير ناعمة. شو مهضومين؟ عم بينقوا مش عم ينفرموا هيك. وبدنا هني يضلوا شوي خشنين لنقدر بنفس الوقت نستفيد منهم. خلي لنا شوي بناخده مع حليب تحلية. شوي مع حليب. نعم. انا قلت لك على يعني شيء ما معقول. فان شيء مطر. سمعتوا؟ شيء مطر يعني شيء مطر يعني انا كتبت لهم ردات، وعلى وين ما كان وين ما بعثوا لي ردات، ودائما يعني استعملت لهم كلمه انه God bless you and bless you too، لانه بتعرفي المحبه نعمه طبعا، انه بيقولوا اللي ربنا بحبه بحبب خلقه فيه. الحمد لله. وانت فتره زمنيه يعني منا كثير طويله رحمه انه تكوني هالقد تحصلتي على محبه ودعم وجديه واسئله وحضروا ومخلوا وصور وشعر يعني مش معقول. طيب بدي شو بدي لحق ما نعمل يطلع بوجهك راسا نقولي. شو بدي اقول لك، خليني لانه بلشوا بنصبح على هند. مريم مبسوطه كثير انه استقبلناكي. غفران ضحيه خاصه لغفران. عن جد. كمان كثير مبسوطين. هدى صالح بتدعي لك انه الله يوفقك وبتتمنى انه تكون يعني بتعتبر انه هاي من اجمل الحلقات لانه طبعا انت فيها. ستار احمد، طالع قمر، لوزانا، حبيبه، لولو، اطياف رحوميه. عندك احباب. انا بقول اذا بترشحي على الانتخابات وبتطلعي والله فكرت بالموضوع. والله فكري فيها. ليه اذا هيك لا على بشي يعني. طيب زينب محمد، زينب رحوم ستار، نور منصور، رحومه. عرفتي هيدا عم صرف من العراق لهون. طيب رحمه سكاي، رحمه سونجز، كلهم باسمك يعني. جلنار. قد ايه عمرك بتقلك؟ سؤال شخصي بينقال ولا توت؟ طيب جلنار كمان، روان، مريم احمد، رحومه نورتي يا قلبي، هدى صالح، غفران، روان، رحمه ابراهيم اجين كذا مره والله يا زهره. رح اقول على شغله لحظه. صمت الشاعر، صمت المشاعر، نوال محمد، رحمه ابراهيم اجين، روان ينار، وديما فارس. هذا اول بارت. وحياتكم ما رح خلي حدا ما سلم عليه اليوم اللي بعد لانه بتعقدوا. صار عندك مجله اونلاين صح؟ شو بدك تقولي بالاول على كل هالشيء؟ اول شيء اريد اقول انه هدول اول شيء انا غيرانه من الاول. اوكي. لا بالعكس انا مبسوطه وانت عارفه قديش انا اكيد مبسوطة. وانا اصلا من فانزك يعني من حبيبي. زمان. وانا قلت لك تحت الهواء قلت لك انا غيرانه منك على شغله واحده، انك قابلتي الفنانه ذكرى. الله يرحمها، قعدتي معها وكل يعني دائما اتفرج على حلقتك معها على اليوتيوب. شوفي يعني عن جد
ثاني شيء انه اقول لك انه احنا فقدنا واحد من فانزنا توفى قبل اسبوعين. اسمه حمود يحب رحومي، هذا اسمه. حبيبي الله يرحمه. وطبعا اريد اقول لاهله الله يصبرهم ويصبرنا احنا، لانه كان فقدانه جدا مبين، ولان كان دائما يكتب كومنت، دائما يعلق، ومن الناس اللي جدا يحبوني واني احبهم هوايه. فيا رب لا تفرقنا ولا تجرح احد يعني، ولا تخليني ازعل على احد يا رب. حبيبتي. طب قبل ما نحكي عن مجله اونلاين جبتي سيره ذكرى، خلينا نقول شيء لذكرى. ايه مين؟ ذكرى. احنا رغم انه وعدنا بس حنجي تباعا. ذكرى شنو يا ربي؟ فكريني. خلي افكر باغنيه ونرجع. اوكي. نحكي عن المجله ولا نشوف الشيف شو عم يعمل؟ شو عم يعمل الشيف؟ خلينا نشوف الشيف. حطينا اللحمه، بتعرف اللحمه بنستعمل فول فيليه كرمال اول شيء يا رحمه. اذا بدي اجي اتغدى عندك هيك بنعملها. غطسناها بالنشا. بالنشا. اول شيء النشا بيعطيها تكستشر، خليها تكمش مضبوط، وبنفس الوقت بيخليها تاخذ الفورم تبعها اللي بدنا اياه. ضل شكلها نعم. هلا بنحاول ندقق قد ما فينا، بس ما بدنا اياها تكون كثير فيعه، ما بدنا اياها كثير، يعني بدنا اللحمه تضلها موجوده. فمشان هيك حطينا هون بيض، وحطينا معها كريمه وملح وبهارات، خلطناهم مع بعضهم، وهون دقائق الفطور. بنغطس 1 2 3. محل البيض طحين بيض كعك، صار نشا بيض مع كريمه وحبوب الفطور. اوكي، هم 3 اشياء. بيض مع كريم فريش يعني؟ مع كريمه. ايه صح. اوكي. شو حال؟ بيض هذا. اوكي. حبوب الفطور مشان تقرمش يعني؟ صح. امشي يمنى عم تسجل. ها؟ انا عم اتعلم الطبخ. يمنى معروفه هلا تشوفيني انا مين قدي. حيفوت جينيس بوك هذا الكتاب. بالتطبيق طريقه الكتابه يعني. يا ريا، يا رورو، احمد، روان، اجين، ديانا، ديما فارس بتقول سلام خاص من روابي اربيل. حياتي لروابي اكيد. يعني انا بدي اعتذر ما عم بقرا يعني تفاصيل الرساله لحتى نقدر نلحق. واحلام وصمت المشاعر الكل. وعندي بعد بارت ثالث، تذكرت شيء ذكرى. اوكي يلا. طب معك بريك. اوكي في بريك. كم بريك تريدي لتذاكري؟ بتحمي، بنتوقف مع بريك وبنرجع لشيف نزار ولرحومه. فينا مثل ما شايفين احنا رجعنا بصباح النور، وفي فقرة المطبخ الشيف نزار دي حضر لنا الاسكالوب، اسكالوب اللحمة تحديدا، ومع البطاطا الحلوة. ولكن رحمة موجودة وشكلها بالطبخ ممتازة جدا. ولكن قبل الطبخ كنا بدنا نقول قبل الفاصل انه نحب نسمع شيء عن ذكرى، وتذكرت خلال الفاصل اغنية الينا اليوم. اليوم طبعا اكيد انا شهادتي مجروحة بهالفنانة، وانا من عشاقها من قبل ولحد الان، وما اعتقد اي احد يقدر يجي يقلد او يحس. ما بتنكرر نهائيا لا. فانا راح اقدم هيك اغنيه بسيطه، وحتى لو اكون صغيره انا يمها، والله يرحمها. الين اليوم وانا اتخيل لقانا كيف، الين اليوم ارتب وش بقولوا كيف، الين اليوم وانا اتخيل لقانا كيف، الين اليوم ارتب وش بقولوا كيف، ولا ادري الندى من وين من وين، ولا ادري عمري يكفيهم. الله حبيبتي والله. الله عشتي شكرا. احنا ترى حنضل نسمع بعد. اكو شغله ثانيه، شيف نزار ده يطبخ لنا صحيح؟ حسب من شلون شو السبور اللي صار له سنتين وعده نفسك وماخذه قرار ونسوي سبور ورياضه؟ يعني بس قولي لنا اكو حد لهاي السنتين انه ممكن؟ لا 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 ان شاء الله رياضه. ما حد شاف وما حد شاف. بنتشارك بكذا شيء منهم. انا بربح جميل النادي لما بروح مره. ايه يعني بس بعمل شوبينج كثير برياضه. انا نفسي نعمل شوبينج. ايه اروح اشتري ملابس، خلاص بكره رايحه اعمل بكره. نصحت شغله؟ ايه مو مجامله، شيف نزار اكله مرات يكون دسم ومرات يكون جدا صحي خفيف. فاذا تريدين تاكلين من اكل الشيف نزار ما يرادش سبور. اتمنى. شيف ايش بدها تسوي لنا؟ بعد ما غطسنا شو هيدا الشيء الابيض اللي عم تطلع؟ بطاطا حلوه. هيدا البطاطا الحلوه. احبها كثير. حلو.
بطاطا حلوه بس اليوم بدنا نعملها مقليه. بطاطا حلوه مقليه. صحيح. حلو. انا ضايقتها مسلوقه بس. بتحبيها مسلوقه؟ ايه انا كمان بحبها مسلوقه، بس في كثير اشخاص ما بيعرفوا انه البطاطا حلوه كمان فينا ناكلها مقليه. بس طبعا مش نفس طعم البطاطا العادي، لانه النشويات اللي فيها بتكون اقل والطعمه تبعها بتكون تقريبا ما بتخليها يكون لونها بصير ذهبي وبقرقش، رح تكون اكثر لونها اغمق من هيك، فمش هيك نحن بنقليها بسبب بس يعني لتاخذ اللون المضبوط طبخ مضبوط بقلبه. بكل الاحوال هي تحت الهواء وعدتنا انه حتسوي لنا جدريه دولمه وتدزها للبرنامج. اي صح. وبتيجي تضوقها كلش صح. انا بشهد. سلام. انت عارفه يا يمنى على الموضوع. لازم اذا ان شاء الله زرتي العراق او والدتي اجت هنا اكلت اكل عراقي تاكلين مو صوابعك ورا، خلاص تقولي انا اتزوج عراقي. تاكلين الاكل كله. طب انا ما زال جبت سيره الوالده، انا بدي اودي لها تحيه حبيبتي لانه أنا يعني بفهم كثير منيح شو يعني والده عراقيه بظروف مثل ظروف العراق، يعني تفقدوا الوالد وهي تربي وتقوم بهيدا الحمل. تحيه كبيره للمراه العراقيه ولوالدتك. اكيد طبعا، ولزوج والدتي اللي طبعا هو كان بعد جزء من حياتنا وجزء من هو خلاني انه انا استمر بالفن وجدا يساعدني فوق ما انت تتخيلين. الله بجننتيها لامك شوي جننتهم وانا قلت لهم تسمع يا ماما روقي يا ماما مثل امي على طول تقول لي وطي صوتك ما تضحكي بصوت عالي. طب شلون يعني شو اسوي؟ يقول لي ايه اكزاكتلي. طب رحمه انت بتطبخي بالبيت عاده؟ والله شوف انا بس عشت لحالي تعلمت اني شوي اطبخ، اتصل على ماما كيف الواحد. اي طبعا. لانه اكل المطاعم زهقت منه، اوف يعني ممل جدا. خاصة هالايام كثير عم يحكوا عن تسمم واشياء. ايه فاكل البيت اكيد اطيب مهما كان، حتى لو كان بيض يعني اطيب من برا. يعني اصعب شيء هو البيت. انت عم تحكي باهم طبق عندي. والله طبعا. ايه انا اقوى منك شوي. طب اكثر مطبخ بتحبيه غير العراقي؟ العراقي وكذا اي مطبخ؟ مش مجامله صراحه، اللبناني. اللبناني. تبولة ما تبولة، اكيد كب نية، كب باللبن، بتعرف تعمل سمة. طب هن مراقبينك بريحانة العراق، فيني يعني بتسمحي لي لقبك بلقب ثاني هيك عن قرب حسيته؟ انت اللي يسمح لك انك حبيبتي. عصفورة. عصفورة؟ عن جد عصفورة. عصفورة حاطة لانس السود. عصفورة بكل معنى الكلمة هيك، برقتها بفتفوتتها بصوتها بروحها. لا ما هيك شوف نزار؟ شفتيها كثير قربت منها يعني. تي في سوري يا شيف، انه كنت اقول انه اكيد رح يجي يوم واقعد مع يمنى وتسالني عن الفن وذا حبيبي والله العظيم وتوقعت تكون معنا ورده. ايه قلت لها انت هاي الورده ما تتخلين عنها يعني. لا هيدي ورده كانت دائما هون. ايه صح اليوم نزلناها قلنا يلا. اكيد عمار طبعا. عمار اول ما شفتها قلت لها انت لبناني؟ ايه شافتني لانه تعرفيني بشعر انت. ايه صح فتعرفين الكبر بس واحد يكبر يروح شعر. صحيح. بالفعل مجله اونلاين 43. شو الاونلاين؟ هاي مجله انا صراحه صدمت بس عملوها هم، مجله بس عن اخباري عن جديدي، يعملوا مقابلات مع طلاب ستار اكاديمي، مع صحافه، مع الشعراء، مع ملحنين، مع فنانين مبتدئين. وعلى فكره مجلتي اخذت صدى كثير قوي. حلو كثير. حلو. مع بوز ولا بلا؟ بلا مع بوز. بالضبط. اونلاين هيك مجانيه لكل والله في ناس بروفيشنال قالوا لي اللي عم يشتغلوا لك على المجله يعني يستاهلوا تحيه لانه رائعين. اكبر تحيه طبعا. طب بس شو قصتكم يعني فنانات العراق كمان شذا حتقول عندها مجله اونلاين؟ والله شوفي هو انا اول وحده طلعوا لي مجله. عن جد؟ صاحبي معها لشذا؟ يعني عادي قبل هلا عادي اصدقاء فن، انه لو شفتها اكيد حسلم عليها. انت قويه من غير بالطبخ بالاسامي حسب ما عرفت انه كلش بالاسامي قويه جدا. اي مثل يعني اسامي مثلا يعني بالكليبات واللي هاي فالاسامي فيهم راسا. انا ذاكرتي مو طبيعيه، ماما لو قاعده هسه قاعده تضحك لانه انا ماما كانت تسالني لولو، انا طبعا بالبيت يصحوا لي لولو مش رحمه. شو سويتي البارحه؟ البارحه
البارحه يعني هو يعني البارحه قبل اليوم. اي عادة بس لا ذكر البارحه قبل. اقعد اتذكر يعني هيك شيء تاخذ لي نص ساعه. فبالاسامي تفضل. ممكن. لا بس هاي بالاسامي. اوكي. بالنسبه للكليبك اللي هسه يعني شو وقت حيطلع ان شاء الله نسمع؟ ان شاء الله بعد 10 ايام. وراح اكيد يتوزع على قنوات عديده مثل اكيد شاشتكم ان شاء الله. لانه انا طلعت اكيد على شاشه دبي بنجم الخليج، واكيد على ارابيكا روتانا نجوم وناس القنوات اكيد العراقيه. ان شاء الله يعني خير يا رب. تكون فاتحة خير علي يا رب. ناطرنا المزيد مع العصفورة، عصفورة الفن ريحانة العراق مثل ما انتم كمان بتحبوا، وطبعا مع شيف نزار لكل شيء عم بحضر لنا اياه، واهم شيء انه بدنا ندوق لانه عم يشم روايح رائعة. بس رح نتوقف مع فاصل وبنستكمل هيدا كله.